Treasure Island by Robert Louis Stevenson. أنا جيم هوكنز حاكي القصة. بابا كان بيمتلك حانة وهو فندق صغير اسمه The Admiral Bimbo. أنا فاكر لحظة من سنين لما راجل طويل وقوي كان بيتمشى في الحانة لابس بلطو أزرق قديم وعنده ندبة في وشه، وكان بيبص حواليه. كان معاه صندوق خشبي كبير، وادى أبويا 3 أو 4 عملات دهب مقابل وقته اللي هيقضيه في الحانة. كان بيقضي أغلب وقته على الشاطئ أو على المنحدرات، وكان دايما بيسأل هل في بحارين زاروا الحانة النهاردة؟ فهمت بعد كده إنه مش عايز أي بحارة يلاقوه. قصصه ومغامراته عن البحر كانت مخيفة لدرجة إن الحانة ما بقاش يجيها زوار، ورغم إنه مكث في الحانة شهور إلا إن أبويا لم يجرؤ إنه يطلب منه أي فلوس زيادة. وفي يوم من الأيام دخل راجل نحيف وشاحب عنده 3 صوابع في إيده. عرفت بعد كده إن اسمه بلاك دوج. سألني هل الترابيزة ديت لبيل؟ قلت له معرفش، بس هي للكابتن. قال أيوة، صديقي بيقول على نفسه كابتن وعنده ندبة في وشه وبيحب يحكي قصص. لما الكابتن رجع وشافه بان عليه المرض. قعدوا يتكلموا، بعدين سمعت صوت خناق. الكابتن ضربه بالسيف على دراعه، والبلاك دوج جري والكابتن وراه. شوية والكابتن رجع ووقع على الأرض. في اللحظة ديت دكتور ليفزي كان جاي لنا، لأن احنا كنا طالبينه لأبويا عشان عيان. دكتور ليفزي فحص كابتن بيل وقال انه مش مصاب لكنه مريض جدا. اول ما فاق كابتن بيل قال انه معاه حاجة كل الناس عايزاها. في الليلة دي ابويا مات. بعد اسبوع شفت راجل اعمى. الكابتن اندهش اول ما شافه. الراجل ده حط حاجة في ايد الكابتن ومشي. كانت رسالة مكتوب فيها 10 o'clock. أول ما كابتن بيل قراها وقع على الأرض ومات. أدركت إن أنا وأمي في خطر، لأن ممكن المجرمين دول يهاجموا البيت بعد كده. ورحنا أقرب قرية وطلبنا منهم المساعدة لكنهم رفضوا. لكن راجل من القرية عرض إنه يروح يقول لدكتور ليفزي، وواحد تاني نصحنا وقال إن إحنا نروح البيت نجيب بندقية. ورجعنا وفتحنا الصندوق، كان جواه هدوم وبندقيات وورق وشنطة مليانة فلوس. أمي قالت إن إحنا هناخد بس الفلوس اللي مقابل إقامة بيل عندنا. أنا أخدت الأوراق ومشينا بسرعة، لكن سمعنا صوت ناس في الطريق ورانا. أمي قالت لي اجري أنت يا جيم، أنا مش قادرة. ولأن ما ينفعش أسيبها استخبيت أنا وهي تحت كوبري في الضلمة. شفت 8 رجالة رايحين ناحية الحانة، كان من ضمنهم ذا بلايند مان. أول ما دخلوا الحانة سمعت واحد بيصرخ وبيقول بيل مات. الراجل الأعمى قال خلاص دوروا على الصندوق. وأول ما اكتشفوا إن الصندوق اتفتح بدأوا يدوروا علي أنا وأمي. الغريب إن الصندوق كان فيه الفلوس، إحنا ما أخدناهاش. طب يا ترى بيدوروا على إيه؟
لأن الأعمى قال لهم لو لقيتوا الحاجة دي هتبقوا كلكوا أغنياء. في اللحظة دي سمعنا صوت خيول. أول ما المجرمين شافوها جريوا في كل الاتجاهات وهربوا. كانت خيول الشرطة. أما أنا وأمي فرجعنا للحانة مع البوليس. رئيس الشرطة مستر دانس سألني وقال هم عايزين ايه؟ قلت له يمكن عايزين الورق ده، انا هاخده للدكتور ليفزي. فوافق رئيس الشرطة وقال لي فكرة جيدة، هو قاضي ودكتور في نفس الوقت وهيعرف يتصرف. لقيت دكتور ليفزي عند راجل مهم وغني اسمه مستر تريلوني. دكتور ليفزي قال انه يعتقد ان الورق فيه وصف المكان اللي كابتن فلينت دفن فيه كنزه. قرر مستر تريلوني انه يقوم برحلة للبحث عن الكنز. الورق كان فيه خريطة للجزيرة اللي فيها الكنز. مستر تريلوني قال انه هيدبر افضل سفينة في انجلترا للقيام بالرحلة. دكتور ليفزي قال المفروض نحفظ الاتفاق ده سر ما بيننا، لان اكيد المجرمين بيدوروا علينا دلوقت. وسافر مستر تريلوني لبريستول عشان يرتب للسفينة، وفضلت انا مقيم في بيته مع خادمه ريدروث. وفي يوم جالي جواب من مستر تريلوني انه لقى سفينة اسمها هسبانيولا لمالك يدعى بلاندلي، وانه لقى طاقم جيد للسفينة قائده سيلفر، وهو رجل برجل واحدة بيمشي على عكاز لكن طباخ ماهر. واندهشت لما عرفت ان السيد تريلوني قال للبحارة عن سبب الرحلة وهو البحث عن الكنز. ودعت امي وسافرت لبريستول لنبدأ الرحلة. مستر تريلوني طلب مني اوصل رسالة لسيلفر اللي كان بيمتلك حانة. رحت، كانت مليانة ناس، وشفت هناك راجل منهم ساب الحانة وخرج بسرعة. اكتشفت بعد كده ان هو بلاك دوغ. ناديت وقلت وقفوه وقفوه. سيلفر قال ايوه وقفوه، ما دفعش الحساب. سيلفر قال انه اوقات بيجي ومعاه ذا بلايند مان. قلت له الاتنين دول هاجموا بيتي قبل كده. قال لي ان الاعمى اسمه بيو. مستر تريلوني اتفق مع قبطان للسفينة يدعى كابتن سموليت، لكن كابتن سموليت ما كانش مبسوط. قال انه مش حابب طاقم السفينة، وبعدين ازاي هم عارفين اننا رايحين ندور على كنز، وانه بيحب يختار طاقمه بنفسه. فنصح السيد تريلوني بانه يفضل معاه البنادق وما يوريش الخريطة لحد. انا ومستر تريلوني كنا شايفين ان سيلفر راجل جيد، لكن كنا شاكين في سموليت. وبدأنا الرحلة وانطلقت السفينة. سيلفر كان بيتمشى على عكاز، وفي وقت فراغه كان بيعتني بببغاء كان مسميه كابتن فلينت، وقال ان عمر الببغاء ده 200 سنة. الببغاء كان بيقدر يتكلم، وكنت بضحك على كلامه. وفي ليلة قبل ما انام كنت عايز اكل تفاحة، والتفاح كان في برميل. نطيت جواه وسمعت حديث دار بين سيلفر وبعض البحارة. لقيته بيقول انه في احد الرحلات كان مع كابتن فلينت، وعمل من الرحلة ديت فلوس كتير، لكن فيها فقد رجله وبيو اتعمى، وان معظم طاقم سفينة كابتن فلينت هو اللي على السفينة دي في الرحلة بتاعتنا.
قام رد عليه بحار تاني اسمه ديك، قال له مش هتقدر ترجع بريستول بعد الرحلة ديت يا سيلفر، هتعمل ايه في الحانة بتاعتك؟ رد وقال انه باعها والفلوس مع زوجته وانها منتظراه في مكان سري. بعدين سيلفر قال ان احنا لازم نصبر، تريلوني مع الخريطة، نصبر لحد ما يلاقوا الكنز، بعدين نقتل تريلوني وريدروث وجيم، اما سموليت فيجبروه للعودة بالسفينة لإنجلترا. مش لازم نبقى متسرعين زي فلينت اللي مات ولا بيو اللي اتعمى. فهمت ساعتها ان سيلفر قرصان وان دول عصابته. انا كنت خايف اول ما سيلفر طلب من ديك يناوله تفاحة، لكن لما احد البحارة صرخ وقال احنا وصلنا جزيرة الكنز، نسي موضوع التفاحة. وطلبت ان انا اجتمع بكابتن سموليت ومستر تريلوني ودكتور ليفزي احكي لهم على اللي انا سمعته وانا في البرميل. مستر تريلوني اكتشف انه كان غلطان لما وثق في سيلفر، اما كابتن سموليت فقال ما ينفعش نرجع عن اللي بدأناه وإلا هيهاجمونا، وبعدين البحارة مش كلهم من العصابة بتاع سيلفر، وقال إن إحنا لازم ننتظر لحد ما نهاجمهم إحنا. قربنا من الشط، سموليت كان عنده خطة، وهي إن إحنا نقول للرجالة يروحوا الجزيرة للاسترخاء، فلو راحوا وسمعوا الكلام هناخد السفينة، أما لو رفضوا يبقى لازم نحارب. وادينا كل الرجالة اللي بنثق فيها بنادق. كابتن سموليت طلب من سيلفر تنظيم الناس. سيلفر كان ذكي، حط 6 من رجالته على السفينة وأمر 13 تانيين يروحوا الشط. أنا كنت من ضمنهم. أول ما وصلت الشط سمعت حد بينادي عليا، جريت بأقصى سرعة. بعدين سمعت سيلفر بيكلم بحار اسمه توم وبيطلب منه انه ينضم للعصابة. توم قال له تنقطع ايدي ولا اني اشتغل معاكم. عرفت ساعتها ان توم يمكن ان نثق به. بعدين سمعت صرخة، كان بحار اسمه آلان اتقتل لانه رفض ينضم لعصابة سيلفر. توم مشي بسرعة، لكن سيلفر رماه بالعكاز في ظهره، وقع على الأرض، فهجم عليه سيلفر وقتله بالسكينة. أنا كنت مرعوب، خفت لا سيلفر يقتلني لو شافني. فجأة شفت راجل ركع قدامي اسمه بين جان، شعره طويل، هدومه وسخة. قال إن في سفينة سابتني هنا من 3 سنين وأنا عايش بس على السمك والفاكهة، وقال لي إنه غني، وسألني هل أنا جاي على سفينة كابتن فلينت؟ قلت له فلينت مات، لكن بعض طاقم سفينته معانا على السفينة دي. فسألني عن راجل برجل واحدة، قلت له معانا. قال لي أنا مستعد أساعدك أنت واللي معاك، بشرط تروحوني بلدي. حكى وقال إنه كان مع فلينت لما خبى كنزه هنا على الجزيرة، كان مع 6 رجال. رجع فلينت للسفينة وال6 ماتوا، وإن بنجان كان ساعتها على السفينة مع سيلفر. فلما سألوا كابتن فلينت على الكنز قال لهم روحوا انتوا الجزيرة دوروا عليه، إنما أنا هرجع. وبعدها ب3 سنين جيت الجزيرة على سفينة تانية، وبعد 12 يوم بحث ما لقوش حاجة، فعقابا لي ادوني بندقية وجاروف وقالوا لي دور لوحدك. قال لي إنه معاه قارب وإنه هياخدني للسفينة لما الدنيا تضلم. بعدين سمعنا صوت ضرب نار فجرينا. وفي فترة غيابي عن السفينة دكتور ليفزي كان حط خطة، وقال إنه ما يقدرش يهرب بالسفينة لأنه ما كانش في رياح،
وإن أنا مش معاهم. فلقوا حصن يسع 25 شخص، كان محصن جيدا. رجع دكتور ليفزي للسفينة. دكتور ليفزي فك قارب من السفينة وحط فيه طعام وبنادق ودواء، وهدد البحارة اللي على السفينة بالقتل إذا حاولوا يقولوا لسيلفر، ونقل الحاجات دي للحصن. دكتور ليفزي واللي معاه كان معاهم بنادق، أما رجالة سيلفر ما كانش معاهم. رجع للسفينة وخد مستر تريلوني وكابتن سموليت وريدروث، ولاحظ إن الأشرار اللي على السفينة بيجهزوا مدفع عشان يضربوه في القارب ويموتوا الرجالة. لكن السيد تريلوني صوب بندقيته وقتل واحد منهم. في اللحظة دي قبل دخول الحصن ريدروث اتقتل. تريلوني كان حزين لأنه كان خادم جيد. ليفزي كان قايل لصاحب السفينة قبل ما ننطلق في الرحلة إن إذا ما رجعناش قبل شهر 8 يجي ويدور علينا. في لحظة ما كانوا راكبين البحر بالقارب يودوا الحاجات للحصن، شوية مؤن وإمدادات وقعوا في المية. كابتن سمولت قال إنهم محتاجين المؤن اللي وقعت في المية عشان تكفيهم لشهر 8. وأول ما وصلوا للحصن سمولت علق علم على الحصن عشان يبين إن هما مش خايفين من القراصنة، ده رغم إن مستر تريلوني كان رافض الفكرة دي. فجأة سمعوا حد بينادي من برا الحصن. كنت أنا جيم. كانوا مفكرين إن أنا مت.